هو كان في 2 مخبز جنب بعض بس قالوا لي ده الأحلى، فقلت أجيب منه. فده منظر المخبز من جوه. يا رب يطلع العيش حلو عشان أنا جايبه للكبدة. الواحد طلع عينه اليومين اللي فاتوا هنا، فكنت بنقل سكن، فروحت سكن تاني الحمد لله كده بارتيشن لوحدي، عشان طبعا هنا بسم الله ما شاء الله يعني الشير ده حاجة زي الفل. يعني بص الواحد عليه اجهاد ما ينفعش بقى، الناس بتصحى والناس بتنام واكنك في عنبر بالظبط. فالمهم الحمد لله ربنا كرمني، وكنت امبارح بقى نايمه كله، حتى ما نزلتش، رحت في حته وقلت النهارده انزل بقى اشوف هاكل ايه وكده. فرحت يعني دخلت اللولو ماركت، فلقيت ايه، ما كنت جايب انا حاجات تانية كده، فطلبت معايا كبده، فجبت كبده. وجيت بقى هنا بصوا ده العيش، يعني عشان تشتري عيش وكده في كذا نوع عيش، بس انا سمعت ان العيش ده جامد جدا، فتعالوا نشوف كده مع بعض. بصوا هو ده نوع الجبس. يعني انت اساسا ممكن تشتري منه حاجات تتغدى بيها وتاكل بيها، وفي عيش باللحمة وعيش باللانشون، عيش بالجبنة وعيش بالشيبسي. والاسعار يعني 6 درهم و4 درهم و3 درهم، ده يعني مش حاجة غالية، يعني ملكش دعوة بمصر يعني، بس هنا ده ما يعتبرش حاجة يعني. يا جدعان اجمد حاجة هنا ممكن تتعايش معاها هي الكرك. بصوا الكرك ده ب1 درهم. 1 درهم ده بيعمل لك دماغ، يعني حاجة كده بتظبط الدماغ، بين بقى ايه القهوة الفرنساوي على الشاي بلبن، بين كذا حاجة كده، تحس ان انت بتشرب كذا مشروب مع بعض، ميكس كده غريب، بس بيديك حاجة بنت حرام في الاخر. بيطلع الكرك ده يعني بصوا والله العظيم حاجة اختراع فعلا. انا لازم يوميا كده اضرب لي 1 كرك، هو ونصيبه بقى الصبح بالليل، ملوش مواعيد، يعني في اي وقت تعدي على اي كافيه كده 1 كرك، 1 ب1 درهم. حاجة كده شغل فنادق. جبنا العيش الحمد لله، نطلع بقى نعمل الغدوة الحلوة، كبدة وعيش ونظبط الدنيا.
وده شكل العيش، نسيت اوريهولكوا هناك. وده القصر اللي انا ساكن فيه، في شباك. بصوا الغرفة، بسم الله ما شاء الله، يعني شبر في شبر. ده كده بتمن شقة في كومباوند نضيف جدا في مصر، عشان بس الشباك ده ليه تمنه هنا.